ايه يا حبيبتي بتعملي ايه عندك؟ بسرح شعري يا ماما عشان يبقى شكلي حلو. انتي على طول حلوة يا حبيبتي. انتم بس اللي بتشوفوني شكلي حلو. نور ويوسف اخواتي دايما بيتنمروا عليا وبيقولوا لي ان انا شكلي وحش. مش عارفه ليه بيعاملوني كده. محدش بيعاملني حلو غير احمد اخويا الكبير، هو اللي بيحسسني دايما ان انا حلوه، على طول بيعمل لي كل حاجه نفسي فيها. لا يا حبيبتي، دول اخواتك وهم اكيد بيحبوك، يمكن بس عشان هم اصغر منك ومش عارفين يعبروا عن نفسهم، بس هم بيهزروا معاكي. انا هقول لهم انهم ما يهزروش معاكي كده تاني. يا ريت بجد يا ماما. هو انتم رايحين فين؟ انا وماما رايحين نجيب حاجات من السوبر ماركت علشان البيت عايزها. تحبي يا حبيبتي اجيب لك حاجة معينة وانا جاي؟ ايوه عايزه شوكولاته. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك كل اللي نفسك فيه. خلي بالك على نفسك وعلى اخواتك، ولو احتجتي اي حاجة قولي لاحمد وهو هيتصل بينا. حاضر يا بابا. ايه يا مليكة فينك كل ده؟ كنت قاعده فوق في اوضتي. طيب ايه رأيك نروح نلعب بلاي ستيشن تحت؟ بجد يلا بينا. انت عارف يا احمد انا بحبك اكتر واحد في اخواتي كلهم، عشان انت الوحيد اللي بتعاملني كويس وعلى طول بتلعب معايا وبتجيب لي كل حاجه انا نفسي فيها. وانا كمان بحبك قوي وبحب دايما اقعد معاكي. يلا ننزل. احمد انت اللي بتلعب مع الوحشه دي، ما تيجي تلعب معايا انا ويوسف بنلعب الكوره. ما تقولوش كده على اختكم، دي احلى واحدة فيكم اساسا. انت بتقول كده بس عشان ما تحسسهاش هي قد ايه وحشة، بس ما تقلقش هي اكيد عارفة ان هي وحشة. اوه ليه كده يا يوسف؟ اسكتي ما تنطقيش اسمي، حتى طالع اسمي وحش عشان انتي قلتي. احترموا نفسكم بدل ما هقول لبابا وماما. ومش هلعب معاكوا تاني، انا هلعب مع مليكة وبس. لا يا احمد عشان خاطري تعالى العب معانا احنا. ايوه يا احمد عشان خاطري انا كمان. لا مش هلعب معاكم، ولو حد ضايق مليكة تاني انا هخصمه. يلا يا مليكة علشان نطلع نكمل لعب في اوضتي. خلاص يا مليكة بقى ما تعيطيش، انا جبتلك حقك منهم. انا نفسي اعرف هما ليه بيكرهوني كده. ما انا اكيد ما اخترتش شكلي. لو كان بايدي كان نفسي يبقى شكلي حلو زيك او زي نور او زي يوسف. انا مش عارفه انا طالعه وحشه كده ليه. يا حبيبتي مفيش حاجة اسمها كده، انتي زي القمر وخلقة ربنا كلها حلوة. هما بس لسه صغيرين ومش عارفين اللي هما بيعملوه ده غلط. يا ريت كل الناس زيك يا احمد، كنت دايما هبقى مبسوطه. ما كانش حد هيتنمر عليا. انا حتى بقيتش اتضايق لما حد يتنمر عليا في المدرسه، عشان اخواتي اللي في بيتي بيتنمروا عليا، ما كانتش على الناس اللي بره. لا يا ملكة اوعي تقولي كده عن نفسك، لازم تعرفي دايما ان انتي حلوة، ما تخليش اي حد يهز ثقتك في نفسك. ربنا يخليك ليا يا احمد. ويخليكي ليا يا حبيبتي يا احسن اخت في الدنيا. ده بابا، انا هرد عليه. الو، ايوه يا بابا. مين معايا؟ انا ابن صاحب التليفون، بس انت مين؟ صاحب التليفون ومراته عملوا حادثة كبيرة جدا في المستشفى دلوقتي، هبعتلك عنوانها بسرعة. ايه ازاي ده حصل؟ تعالى وانا هفهمك كل حاجة. في ايه يا احمد؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا حبيبتي، خليكي في اوضتك ما تطلعيش، وانا هروح مشوار بسرعة وجاي. ماشي يا احمد. بابا وماما مالهم يا دكتور؟
الحادث كان كبير جدا، العربية بتاعتهم اتقلبت وفي أجزاء من الإزاز دخلت في مخهم، بس احنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه، ادعي لهم بس. يا رب يكونوا كويسين. ابني ومامتي مالهم يا أحمد؟ في إيه اللي حصل؟ الإصابة خطيرة جدا وحالتهم خطيرة قوي. ما تقلقش هيكونوا كويسين إن شاء الله. هما فين إخواتك؟ سبتهم في البيت علشان ما يجوش معايا، ما كنتش عايز أعرفهم أي حاجة من اللي بتحصل دلوقتي. كويس جدا، أحسن حاجة عملتها. البقاء لله، أنا آسف، حاولنا نقدر نعمل اللي علينا بس للأسف حالتهم كانت خطيرة جدا وتوفوا. لا مش معقول، هعمل ايه من غيرك يا بابا؟ هعمل ايه من غيرك يا ماما؟ هعيش انا واخواتي ازاي؟ طيب هرجع لاخواتي وهقول لهم ايه؟ اهدى يا احمد، انت واخواتك هتعيشوا معايا، هتبقوا كويسين وربنا يصبرني على فراقهم. انا مش متخيل حياتي من غيرهم هتكون عاملة ازاي. كلنا يا ابني، بس ده قضاء ربنا، ربنا يرحمهم. كنت فين يا أحمد وفين بابا وماما؟ تعالوا يا حبايبي، عايز اكلمكم في موضوع، بس وعدوني ان انتوا هتتقبلوا الكلام اللي هقوله عشان هو كلام صعب جدا. في ايه يا احمد؟ ما تخافوش، بابا وماما كويسين. بصراحة لما كانوا في طريقهم للسوبر ماركت عملوا حادثة كبيرة جدا وللأسف اتوفوا، واحنا دلوقتي ملناش حد غير بعض، لازم نقف سوا علشان نعدي الأزمة دي. يعني إيه؟ يعني خلاص مش هشوفهم تاني؟ أيوة يا حبيبتي، أنا عارف قد إيه الموضوع صعب، بس لازم نقف سوا ونعدي الموقف ده، وأنا معاكم ومش هسيبكم أبدا. يعني إيه؟ إحنا هنعيش حياتنا إزاي دلوقتي ومع مين؟ معقول هنعيش حياتنا من غير بابا وماما؟ أيوة إحنا هنعيش مع جد وهو هياخد باله مننا. أنا عارف إن مفيش حاجة تعوض بابا وماما، بس ده الحل الوحيد اللي قصادنا. حبيبتي كلنا زعلانين بس مفيش حاجة في إيدينا. يا أحمد أنا كده فقدت الناس الوحيدة اللي كانت بتحبني. أنت عارف قد إيه جده بيكرهني وبيحب نور أكتر مني. إزاي بس هعيش معاه وهو بيكرهني؟ أنا كده خلاص حياتي كلها اتدمرت. لا طبعا محدش يقدر يدمر حياتك وانا موجود. انا عارف انه اسلوب جده مش احسن حاجة، بس انا على طول معاكي، مش هسيبك لوحدك مهما يحصل. ماشي يا أحمد. يا ولاد انا جيت. ازيك يا جدو؟ الحمد لله يا حبيبتي، أمال فين شنطتك؟ شنطتي اهي. كل الشنط اهي يا جدو. أمال فين أختكم البشعة دي؟ لو سمحت يا جدو ما تقولش كده عن اختي، هي بتتضايق لما بتسمع الكلام ده. وعلى فكرة هي مش بشعة ولا حاجة، بالعكس دي احلى واحدة فينا اساسا. غالبا احمد مش بيشوف كويس. أيوة طبعا، أنا مش عارف البنت دي طالعة وحشة كده ليه، ما بقتش طايق أبص في وشها من كتر ما هي شكلها وحش جدا، عينيا بتوجعني بمجرد ما ببص ليها. مليكة ما تعيطيش يا حبيبتي، جدو بس بيهزر شوية. عادي يا احمد، انا اتعودت على الكلام ده. يلا يا حبيبتي علشان نروح نركب العربية.
ايه القرف ده؟ بقولك ايه، اقعدي في شنطة العربية عشان انا مش عايز اشوفك. ايه اللي بتقوله ده يا جدو؟ هي مليكة عملت ايه يعني؟ انا ما بحبهاش، بكرهها، مش عايز اشوفها. انا بصراحة بفكر اسيبها في ملجأ وما تجيش تعيش معانا. ليه كده يا جدو؟ انا عملت ايه لكل ده؟ انا كده ما بحبكيش، ما بحبش اشوفك اصلا. انا بفكر بصراحة اوديك الملجأ علشان اخلص منك. يا ريت يا جدو توديها، علشان بصراحة مش عارفة احمد بيحبها على ايه. بصراحة هي معاها حق، انا مش عارف انت ازاي اختنا اصلا. خلاص حسابكم معايا بعدين. وانت يا مليكة يا حبيبتي ما تخافيش، محدش يقدر يقرب لك ولا هتروحي في اي حتة، هتبقي على طول معايا. احمد انت اوضتك جنبي، ونوري ويوسف اوضتهم الاتنين دول. طيب وانا يا جدو هنام فين؟ انت شايفة البيت، خلاص مفيش اوض تاني. هي ممكن تقعد مع نور في نفس الأوضة. لا بقى، انا مش عايزة البشعة دي تقعد معايا في نفس الأوضة، انا بكرهها ومش هستحمل اصحى على وشها كده كل يوم. ايوه نور عندها حق، هي ملهاش ذنب انها تصحى تشوف المنظر ده كل يوم. انت هتقعدي يا مليكة في البدروم. ازاي يعني هعيش في البدروم يا جدو؟ انا مش هعرف اعيش هناك. انا الكلمة اللي اقولها تتسمع وخلاص، انت فاهمة؟ بس خلاص يا حبيبتي ما تقلقيش، أنا هتصرف. اطلعي، أنا أكيد مش هسيبك تقعدي في المكان ده. امال هروح فين يا احمد؟ انت سمعت جدو قال مفيش مكان غير هنا. انت تيجي تقعدي في اوضتي وانا هروح اقعد مع يوسف في الاوضه بتاعته، كده كده فيها سريرين، وهو اساسا هيحب ان انا اروح اقعد معاه. بس لو جدو عرف كده هيزعق. وهو مش هيعرف اساسا. انت ما تقوليش ان انت قاعده في الاوضه، ولما تصحي الصبح انزلي اقعدي في الصاله عادي، بس اكيد مش هسيبك تبقي في مكان مقرف زي ده. شكرا بجد يا احمد، انت الحاجة الوحيدة اللي بتهوني على غياب بابا وماما. ربنا يرحمهم، انا وعدتهم قبل ما يموتوا ان انا هكون دايما معاكي وفي ظهرك، ومش هخلي اي حاجه وحشه تحصل لك، ولازم اكون قد الوعد ده. يلا يا مليكه قومي معايا. انت يا بنتي هو انت بتعملي ايه هنا؟ بفطر بتفرج على التلفزيون يا جدو. والله بتفطري وتتفرجي عادي على التلفزيون كده؟ انت يا بنتي استأذنتي مني قبل ما تاخدي الاكل ده؟ لا انا ما استأذنتش، يعني انا اسفة، بس انا ما كنتش اعرف انها لازم استأذن. لازم تستأذني على كل حاجة، انت فاهمة؟ ودلوقتي سيب الاكل اللي في ايدك ده وخشي روقي اوضة نور، زمانها صحيت. طب ليه اروقها انا؟ ما تروقها هي. مش عايز اقول اي حاجة ليكي وتقولي لي لا. هتروقي اوضة نور ويوسف واحمد كمان، انت فاهمة؟ حاضر يا جدو. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا حبايب قلبي، يلا اقعدوا بقى علشان نفطر سوا. طيب افطر واطلع اروق. لا انت مش هتفطري معانا، انت هتفطري بعد ما تخلصي ترويق الاوض. انا سمعت الكلام اللي قالوا ليكي جدو، وانا اكيد مش هسيبك كل ده جعانه. انا جبتلك اكل.
شكرا يا احمد، بجد انا كنت جعانه جدا حتى ما لحقتش اكمل السندوتش اللي انا كنت عاملاه لنفسي. أنا مش عارف جده بيعمل كده ليه بالظبط، تصرفاته غريبة جدا. لا عادي، انا اتعودت اتعامل بحش من كل الناس ما عدا انت وبابا وماما، الله يرحمهم. الله يرحمهم يا حبيبتي، لو عوزتي أي حاجة أنا موجود في أوضتي. جدو انا خلصت الاوض، طيب يلا روقي الصلاة دي كمان. بس انا عايزه اقعد اذاكر عشان عندي امتحانات بعد اسبوع. نضفي الأول وبعد كده بقى شوفي المذاكرة. ياه اخيرا خلصت، اطلع بقى اوضه احمد عشان اذاكر. ايه ده، انا نمت كل ده وما لحقتش اذاكر. صباح الخير يا مليكة. صباح النور يا احمد، هو انا نايمه من امتى؟ انتي نايمة من امبارح بالليل. انا كان نفسي اصحى قوي عشان اذاكر الامتحانات الاسبوع الجاي. ركزي طيب في مذاكرتك وسيبك من أي حاجة تانية. مش هقدر يا احمد، جده بيخليني اروق كل حاجه في البيت، ولو شافني قاعده مش بعمل حاجه بيزعقلي. أنا بجد تعبت من أسلوب جده ده، ومش عارف هو بيعمل كده ليه، ومش عارف أعمل إيه معاه بالظبط. ما تعملش حاجه يا احمد، انت مالكش ذنب، دي مشكلتي انا وانا لازم احلها. الامتحانات بكره وانا ما ذاكرتش اي حاجه، انا بجد مش عارفه هدخل اعمل ايه، ربنا يستر. هاي يا مليكة، انتي مذاكرة كويس؟ لا انا ما ذاكرتش اي حاجه. ليه كده يا بنتي؟ انتي عارفه من ساعه ما روحنا نعيش مع جده وهو على طول بيخليني اعمل كل حاجه في البيت، على عكس النور متدلعه ومش بتعمل اي حاجه. طيب معلش، خشي وحاولي تحلي اي حاجة وان شاء الله هتنجحي. يا رب، بجد انا مش عايزه ازعل احمد مني عشان انا لو جبت درجات وحشه هو هيزعل جدا. لا ان شاء الله تحلي كويس. انا مش عارفه احل اي حاجه. مليكة يا مليكة اصحي، انتي نمتي ولا ايه؟ حاضر حاضر. الوقت خلص، هاتي الورق يا مليكة. هاي يا مليكة، عملتي ايه؟ انا ما عرفتش احل اي حاجه وما كتبتش غير اسمي، انا كده هسقط. معلش حاولي تحلي كويس الامتحان بكرة، وحاولي تخففي شوية من شغل البيت ده. فعلا انا لازم احاول بجد عشان انا كده هسقط. مليكة كويس ان انتي جيتي، تعالي بقى روقي الحمامات. ليه يا جدو؟ انا تعبانه جدا وعايزه انام، وكمان عندي امتحان بكره ما عنديش وقت خالص. خلي النور تعمل اي حاجه او سيبهم هنضفهم بعد ما اخلص مذاكره. انا كلمة واحدة، خشي يلا على الحمام نضفيه، مش عايز كلام تاني. حاضر يا جدو.
يا نهار اسود، ده فاضل ساعة على الامتحان وانا ملحقتش اذاكر اي حاجة. انا مش فاهمة اي حاجة ومش عارفة احل اي حاجة من الاسئلة دي. انا كده هسقط في الامتحان ده برضو. ازيك يا جودي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا مليكة، النتيجة طلعت. بجد؟ طب انا عملت ايه؟ مش عارفة، خلي حد يروح المدرسة يجيبها لك. ماشي. درجات نور ومليكة ويوسف طلعت، أنا هروح أجيبها النهاردة من المدرسة. لا خليك انت يا احمد، انا كده كده نازل النهارده، هروح اجيبها وارجع لكم تاني. ماشي بس بسرعة يا جدو، انا عايزة اعرف انا عملت ايه. اكيد ناجحة طبعا يا حبيبتي، طول عمرك شاطرة، علشان اللي هيسقط هيبقى ليه عقاب كبير قوي، سامعة يا مليكة؟ لا إن شاء الله مليكة هتجيب أعلى الدرجات فينا. اما نشوف. مالك يا مليكة؟ انا خايفة قوي يا احمد، انا ما حلتش كويس في الامتحانات وجدو هيموتني. ما تخافيش يا حبيبتي، إن شاء الله درجاتك هتبقى حلوة. جدو انا عملت ايه؟ نور ويوسف كالعادة جابوا درجات نهائية، أما مليكة الفاشلة سقطت. أنا قلتلك انتي طول عمرك إنسانة فاشلة. أنا هعاقبك عقاب شديد أوي علشان تبقي تسقطي كويس. انت اصلا ملكش حق تعاقبها يا جدو، لان انت كنت بتخليها تنظف وتعمل كل حاجة في البيت، وما كانتش بتلحق تذاكر. هي عمرها ما سقطت واحنا في بيت بابا وماما. هو انت كمان بتتكلم معايا؟ محدش يتدخل أحسن لكم. انتي يا فاشلة تعالي معايا. انتي هتفضلي هنا من غير أكل ولا مية لمدة 3 أيام. أنا هعرف أعلمك الأدب كويس يا فاشلة يا ساقطة. المكان ده برد جدا، انا خايفة قوي. بابا ماما انتم فين؟ وحشتوني جدا، انا في بعضكم اتعذبت في حياتي. انا جعانة جدا، معقولة محدش هيجيب لي اكل؟ حتى احمد واخواتي، انا ما صعبتش على حد للدرجة دي. مليكة يا حبيبتي ما تخافيش، انا جنبك. احمد تعالى انقذني من اللي انا فيه، انا مش عارفة اعيش هنا، المكان هنا برد جدا وضلمة. انا خايفة قوي وجعانة جدا كمان. انا بحاول ادور على المفتاح في كل حتة بس مش لاقيه. هحاول الاقيه قريب علشان افتح لك، حتى احط لك اكل ومية. ما تخافيش، انا بدور عليهم، ان شاء الله هلاقيهم. هأرجوك يا احمد ما تسيبنيش، خليك قاعد معايا. ماشي يا حبيبتي ما تخافيش، انا هقعد معاكي. مليكة انا لازم امشي دلوقتي علشان جدو جه، هحاول اجيلك تاني. ماشي بس أرجوك يا احمد ما تتأخرش عليا. جدو هو احنا مش هندخل اكل المليكة؟ لا علشان هي بنت فاشلة. كده هتموت، احنا ممكن ندخل لها اكل مية بس. لا يا أحمد، أنا كلمتي واحدة، أنت فاهم؟ مليكة انت كويسة؟ لا انا مش كويسة ابدا يا احمد، انا تعبانة جدا وبردانة وحاسة ان انا بموت. ما تخافيش يا حبيبتي، انا كل يوم بتكلم مع جدي وبحاول اقنعه اننا نفتح لك الباب، وكمان انا بدور على المفتاح بس هو مخبيه في حتة غريبة جدا مش عارف اوصل لها. أرجوك اعمل اي حاجة يا احمد، حاول تكسر الباب، انا حاسة ان انا هموت هنا لوحدي. الباب حديد، حتى مش عارف افتح حتة صغيرة. امسكي نفسك وانا مش هسيبك اوعدك. ماشي يا احمد انا واثقة فيك. انا حاسة ان انا هموت.
يعني خلاص دي كده النهاية، انا مت فعلا ومحدش حس بيا ولا اخواتي ولا حتى جده، محدش خد باله ان انا مبقتش موجودة معاهم. مليكة انت اتظلمتي كتير، وعلشان كده دي مش نهايتك، انت ليكي فرصة تانية. يعني كده المفروض خلاص انا مت والمفروض خلاص حكايتي كلها خلصت؟ لا لسه، انت دخلتي في غيبوبة بس لسه ما جاش ميعادك ان انت تموتي. انت هترجعي للحياة تاني، وليكي فرصة ان انت ترجعي في الزمن قبل باباكي ومامتك ما يروحوا المشوار اللي ماتوا فيه، وحاولي انك تمنعيهم بكل الطرق ان هما ما يروحوش. يمكن حياتك تتغير للأحسن وما يحصلش ليكي زي ما حصل لك دلوقتي. ايوه انا فعلا محتاجة فرصة واحدة بس مش اكتر، وساعتها اصلح كل الحاجات الغلط اللي انا عملتها قبل كده. اهم حاجة ما ترجعيش لسجن جدك تاني مهما حصل، انت فاهمة؟ ايوه فاهمة. مليكة يا حبيبتي، ايه ده؟ كل ده نوم؟ بابا ماما انتوا هنا بجد؟ يعني انتوا ما متوش؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا مليكة؟ احنا كويسين الحمد لله. خير يا حبيبتي، انت شفتي كابوس ولا ايه؟ ايوه يا بابا كابوس، بس كابوس وحش جدا، اوعوا تسيبوني عشان خاطري مهما يحصل، اوعوا تسيبوني لوحدي. ما تخافيش يا حبيبتي، احنا على طول معاكي انا وباباكي، بس هنروح مشوار بسرعة ونيجي تاني. رايحين السوبر ماركت تجيبوا حاجات للبيت. ايوه فعلا، بس غريبة، عرفتي منين؟ يعني احنا لسه ما قلناش. اوعوا تروحوا عشان خاطري، اوعوا تروحوا. في ايه يا حبيبتي؟ ما تخافيش، احنا كويسين، وبعدين ده مشوار بسيط وهنرجع على طول. لا لما مصممين تروحوا انا هاجي معاكم. ماشي يا حبيبتي، البسي وتعالي معانا، ما تخافيش، كده كده احنا مش هنتأخر. لا هروح معاكم برضو. ماشي يا حبيبتي زي ما تحبي. بابا خلي بالك، في عربية جاية ناحيتنا. بابا ماما فين؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، أخيرا فوقتي، انتي بقالك كتير قوي في غيبوبة. بابا ماما فين يا احمد؟ وايه اللي حصل في الحادثة؟ بابا وماما الله يرحمهم ماتوا، انتي الوحيدة اللي الدكاترة عرفوا ينقذوكي من الحادثة. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. يعني برضو بالرغم ان انا حاولت اتدخل تاني برضو ماتوا؟ انا مش مصدقة. انتي بتقولي ايه يا مليكة؟ ده قدرهم. ولا حاجة، هو احنا نروح ازاي من غيرهم؟ هنروح نعيش مع جدو، بس لما تخرجي من المستشفى الأول وتكوني كويسة. تاني؟ مليكة انتي دلوقتي كويسة، تقدري تروحي معانا، وعشان نستعد اننا نروح على بيت جدو. ماشي يا احمد، بس انا بس ايه، مفيش وقت، يلا لازم نروح بيتنا علشان نلم هدومنا، عشان جدو هيجي ياخدنا النهاردة بالليل من قدام البيت. ماشي. حضرتي هدومك يا مليكة؟ عشان المفروض نمشي بعد ساعتين. احمد انا عايزة اكلمك في موضوع مهم جدا، انا مش عايزة اروح لبيت جدو. ليه بس كده يا مليكة؟ ده هو الوحيد اللي فاضل لنا بعد بابا وماما. انت عارف ان هو مش بيحبني، وانا متأكدة لو رحت بيته انا هموت. ما تكبريش الموضوع، مش هيحصل حاجة. لا هيحصل، انا متأكدة، عشان خاطري خليك معايا يا احمد. هو انتي عايزة تعملي ايه بالظبط يا مليكة؟ يوسف ونور هيروحوا سوا مع جدو، كده كده هو بيحبهم قوي، اما انا وانت هنفضل قاعدين هنا في البيت سوا ونعيش هنا، وهتبقى حمتني من جدو. انت عارف هو قد ايه بيكرهني. انا عارف فعلا ان هو مش بيحبك، بس يعني مش لدرجة ان احنا نهرب منه. عشان خاطري يا احمد ارجوك، انا لو رحت هناك فعلا هموت، ارجوك انقذني منه. طيب ماشي، بس ازاي يعني؟ احنا هنقول لجدو لما يجي ياخدنا ان احنا لسه هنلاقي حاجات في البيت، وهنخلي نور ويوسف هما اللي يروحوا معاه، ونفضل قاعدين هنا، ولا كلمنا تاني نتهرب منه بأي طريقة. اهم حاجة ان انت تخليك معايا وما تروحش معاهم، عشان انا مش عارفة هعمل اي حاجة من غيرك. حاضر حاضر يا مليكة.
يلا يا ولاد عشان اخدكم لبيتي. يلا بينا يا جدو. معقولة أحمد اتخلى عني وراح معاهم، حتى الإنسان الوحيد اللي أنا كنت فاكرة إن هو بيحبني، بس هو اختار جده ونور ويوسف عني. هعمل إيه دلوقتي؟ إزاي هعيش لوحدي؟ انا احمد يا مليكة، عايز اقولك على حاجة. انا ما بعتكيش زي ما انتي فاكرة، انا عملت كده عشان احميكي. انتي ممكن دلوقتي ما تكونيش فاهمة كلامي، بس انا هشرح لك كل حاجة في الوقت المناسب، وهفهمك كل حاجة بعدين. هتلاقي فلوس واكل كتير انا جايبه ليكي، وكل يومين هبعتلك اكل جديد، بس مش هقدر اجيب نفسي. طمنيني عليكي بالتليفون على طول، واوعي تزعلي مني عشان خاطري. أنا عمري ما زعل منك. أنا مش عارفة أنت ليه عملت كده، بس أنا متأكدة إن أنت ما كنتش هتأذيني بأي طريقة، بس أنا دلوقتي مش عارفة إزاي هعيش لوحدي. وحشتوني جدا. أنا من بعدكم اتبهدلت أوي. سبتوني ليه بس؟ مفيش أكل ولسه أحمد مبعتليش أكل بقاله كتير. أنا لازم أنزل السوبر ماركت وأجيب أكل لنفسي، عشان كده هموت من قلة الأكل. ملكة، انت ايه اللي خرجك من الملجأ اللي انا بعتك ليه؟ هو أنت بتتكلم على إيه؟ وملجأ إيه ده؟ ايوه هي كانت في الملجأ، بس النهارده خرجوهم. تعالي يا مليكة، انا لازم ارجعك الملجأ تاني. أحمد وحشتني قوي. أنت ليه عملت معايا كده؟ وملجأ إيه ده اللي أنت تتكلم عليه مع جدو؟ أنا مش فاهمة أي حاجة. استني يا مليكة، هشرح لك كل حاجة، بس مش دلوقتي، أول ما نوصل البيت. ماشي. هاي يا أحمد، تقدر تفهمني كل حاجة دلوقتي؟ ماشي يا مليكة، انت دايما كنت تسألي نفسك هو انت ليه مش شبهنا، وليه انت الوحيدة اللي فينا شكلك مختلف. أيوة دي حقيقة، أنا الوحيدة اللي شكلي مختلف عنك أنت ونور ويوسف. عشان للأسف انت مش أختنا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، أنا بعد بابا وماما ما خلفوني قعدوا كتير قوي مش بيخلفوا، عشان كده أخدوا قرار إن هما يتبنوا بنت من الملجأ، بس كانوا عايزين يتبنوها صغيرة، عشان كانوا مش عايزين حد يعرف إن هي مش بنتهم. الكل كان مرحب بالفكرة دي ما عدا جده، كان متضايق جدا ورافض للموضوع. واليوم اللي اختاروكي من الملجأ وجابوكي البيت، قال ساعتها انتوا برضو نفذتوا اللي في دماغكوا وعصيتوا أوامري. أنا كلمتي واحدة، البنت دي مش حفيدتي، أحمد بس هو اللي حفيدي. ساعتها ماما قالت يا عمو بس افهم، احنا عايزين حد يبقى مع أحمد، مش هينفع يكبر كده، وانت عارف اني انا كان من زمان نفسي اخلف بنت. ايه المشكلة لما نحبها ونعتبرها جزء مننا؟ دي بنت صغيرة ملهاش ذنب في اي حاجة. جدو قال لا، عمرها ما هتبقى مننا، دي حتى مش شبهنا، انا مش هعترف بيها. مشي جدو وهو زعلان، وساعتها قال بابا ما تزعليش يا حبيبتي، هو اكيد مع الوقت هيتعود ويتقبل الفكرة. ماما قالت له انا مش زعلانة، انا فرحانة بيها جدا. بابا قال لها طيب هنسميها ايه؟ ماما قالت هنسميها مليكة، من زمان كان نفسي اخلف بنت واسميها الاسم ده. وفعلا بابا وماما حبوكي قوي، كانوا بيدلعوكي اكتر مني كمان، بس انا عمري ما غيرت منك، بالعكس كنت بحس دايما ان انتي اختي الصغيرة وبنتي، وكنت مدرك ان هما اساسا عملوا كده عشاني، عشان ما بقاش لوحدي، عشان كده انا كنت بحبك جدا. لغاية لما في يوم عرفنا ان ماما حامل، ساعتها جدو فرح جدا وقال اخيرا هيبقى عندي حفيد او حفيدة تانيين، بس يبقوا احفادي فعلا. وقال لبابا وماما خلاص كده مليكة ملهاش اي لازمة. بابا قال له هو انت تقصد ايه؟ جدي قال له ان انتوا ترجعوا البنت دي الملجأ تاني.
ماما ساعتها قالت لا، محدش هياخد مليكة مني ابدا، وانا كمان قعدت اعيط واقول لا دي اختي وهتفضل معايا على طول. جدو زعق لي وقال لي اخرس يا ولد، انت مش عارف حاجة، دي ما نعرفش اصلها ولازم ترجع تاني مكان ما جبناها. ماما قالت لا يا عمو، اديك شايف احمد بيحبها ازاي واحنا كمان بنحبها جدا، وانا مستحيل افرقهم عن بعض. غير كده البنت خلاص كبرت وعرفت ان انا مامتها وهو باباها واتعلقت بينا، مش هينفع ارجعها تاني بعد ما ربنا كرمنا وبقيت حامل. ممكن ربنا ياخد الطفلة او الطفلة اللي جايين دول في لحظة، ما ينفعش نعمل كده. جدو قال طول ما الطفلة دي موجودة معاكم انا هفضل اعمل اي حاجة عشان ابعدكم عن بعض. وفعلا ساعتها ماما خلفت توأم يوسف ونور، بس للأسف ساعتها جدو زرع في دماغهم فكرة ان انتي وحشة ولازم يكرهوكي ويتنمروا عليكي، عشان كده يوسف ونور دايما بيعاملوكي معاملة وحشة. جدو ما قالهمش ان انتي مش اختهم الحقيقية، لكن كنا متفقين ان ده سر ما بينا، ودي الحاجة الوحيدة اللي جدو احترمها. بس يمكن كمان مش عشاننا، بس عشان هو عارف انه يوسف ونور اطفال وممكن يقولوا الكلام ده لأي حد، وده من وجهة نظره يعني هيسوء سمعتنا. يعني معقولة بعد كل ده احنا نطلع مش اخوات؟ ازاي يعني؟ انا مش مدركة الموضوع. انا عارف ان الموضوع صعب جدا عليك ان انت تفهميه، بس هي دي الحقيقة. طب موضوع الملجأ اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليه ده ايه؟ بعد ماما وبابا ما ماتوا وانت كنتي في الغيبوبة، جدو قال ان هو هياخدنا، وطبعا ده واقعي لان هو الوصي علينا، بس هو كان شارط ان انتي ما تبقيش معانا، عشان كده كان عايز يوديكي الملجأ اللي كنا جايبينك منه. بس الملجأ ده صعب جدا والمكان هناك وحش قوي، وانا مستحيل ارضى اخليكي تعيشي فيه، عشان كده فهمت جدو ان انا هوديكي الملجأ، ومشيت معاه من البيت وسبتلك الرسالة، وهو ما ينفعش يعرف ان انتي مش في الملجأ، لان هو لو عرف هيوديكي الملجأ غصب عنك. على قد ما الموضوع صدمني، على قد ما اخيرا عرفت ليه كل الناس بتعاملني كده. بس والله انا ماليش ذنب في كل ده، انا اكتر واحدة اتظلمت في القصة دي، وانا عارفة انا هعمل ايه كويس. هتعملي ايه يا مليكة؟ انا هرجع المكان اللي انا جيت منه. قصدك ايه؟ هرجع الملجأ. مستحيل بعد كل اللي انا عملته ده عشان ما اوديكيش المكان ده، انتي هتروحي برجلك، مش معقول، انا مش هسمحلك بده. لا، ده المكان الوحيد اللي انا ممكن اقدر ارتاح فيه، وممكن الناس اللي هناك يعاملوني كويس، انا مش هقدر اعيش حياتي كده. لا راحتك يا مليكة، بس ينفع اجي ازورك كل فترة؟ اكيد يا احمد، على فكرة انا مش متضايقة منك خالص، انت الوحيد اللي كنت بتعاملني حلو وسطهم بعد بابا وماما، وانا عارفة ان انا ما ينفعش اجي اعيش مع جدو، لاني لو كنت رحت عشت معاك كنت هموت. انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه، بس احنا فعلا كنا هناخدك نروح هناك وبعد فترة نوديك الملجأ، بس لما قلتيلي على الخطة بتاعتك حسيت ان هي هتبقى فكرة احسن، بدل ما نبقى على طول قصاد جدو يعرف ان انا ما وديتكيش هناك. خلاص دلوقتي جه وقت ان كل حاجة ترجع لطبيعتها. مبسوطة معانا يا مليكة؟ أنا لسه فاكراكي من أيام ما كنتي صغيرة، الأيام عدت بسرعة. ايوه مبسوطة قوي، هنا كل الناس بيلعبوا معايا وبيحبوني ومش بيتكبروا عليا ولا بيشوفوا ان انا اقل منهم، وعلى الاقل هنا مش هتعذب زي ما كنت متعذب في الجراج. مليكة يا حبيبتي بتتكلمي عن إيه؟ لا مفيش حاجة، المهم يعني انا مبسوطة هنا قوي. الحمد لله. طيب في ناس عايزين يشوفوكي، غيري هدومك وتعالي عشان تعرفي هما مين. وحشتيني قوي، انا اسفة على كل حاجة انا كنت بعملها معاكي. وانا كمان يا مليكة اسف جدا، احمد قعد معانا وحكى لينا كل حاجة، ومن ساعتها واحنا مش قادرين نسامح نفسنا ولا نسامح جدو على الكره اللي زرعه فينا. ولا يهمكم، رغم كل اللي عملتوه معايا انا عمري ما كرهتكم، بالعكس ولسه شايفاكم اخواتي. بالمناسبة يا مليكة، جدو سافر. سافر؟ راح فين؟ الشغل ممكن يقعد 2 واحنا ما سافرناش معاه عشان الدراسة. ايه رأيك ترجعي وتعيشي معانا تاني من الاول؟ احنا اخوات وهنفضل اخوات على طول. بس معلش يا احمد، انا فعلا مبسوطة هنا، مش عايزة اغير المكان اللي انا اتعودت عليه.
للدرجة دي بقيتي بتكرهينا؟ على الأقل انت عشتي معانا سنين كتيرة قوي، ممكن نعيش نرجع مع بعض تاني زي زمان كان بابا وماما لسه معانا. لا ده مكاني، ما كانش ينفع اخرج منه من الاول، كانت غلطة كبيرة وكان لازم ارجع له تاني. وانا من اول ما جيت هنا وانا حياتي كلها بقت احسن وهستناكم تزوروني، بس انا عمري ما هرجع لحياتي القديمة اللي انا مت فيها قبل كده. هو ايه موضوع الموت في حياتك القديمة اللي على طول بتتكلمي عنه؟ انا مش فاهم حاجة. انا مش عارفة ده كان حلم ولا حقيقة، بس انا فعلا جيت وعشت في بيت جده ومت بسببه، ومحدش فيكم لحقني ولا افتكرني، فانا عارفة ان هنا المكان ده احسن ليا. ده اكيد تخاريف شفتيها في الغيبوبة او تهيؤات. انا مش عارفة الموضوع ده كان ايه بالظبط، بس كلنا عارفة ان ما ينفعش اخرج من الملجأ ده. على راحتك يا ملكة، بس ممكن نزورك كل فترة. اكيد طبعا، وانا كمان هزوركم. هتوحشيني قوي يا مليكة. وانتي كمان.